مسن عراقي يقلد أصوات العديد من الأسلحة بطريقة مبهرة جدا. اعتدنا على سماع القصص طبعا كثيرا من الأشخاص بالتليفون أو حتى بالشخصيات اللي ممكن أنه نشاهدها بالتلفزيون أو حتى المسابقات اللي نتابعها من خلال البرامج التلفزيونية. ممكن أنه أكو ناس تقلد أصوات المطر، أصوات الضجيج، أو أصوات الأطفال، أو أصوات النساء. لكن اليوم احنا نشوف شخصية مختلفة جذريا، إلا أن المسن العراقي ما مخدر اسمه طبعا، اللي عمره 72 عام، خالف المألوف هذه المرة، وقدر اليوم يقلد أصوات الأسلحة اللي هي الخفيفة والثقيلة على حد سواء، جعله صاحب موهبة نادرة على مستوى العالم. خلينا نتابع الفيديو سويا. أورمانية أو أبيتشيا أو بكيسيا أو دوشكايا أو كلاشينكوفا أو رشاشة أو برنويا أو هجومة أو راجمايا فعلا موهبة رائعة جدا، وأعتقد هو الرجل الكبير أو المسن هو من شمال العراق، بالتالي فعلا حالة فريدة من نوعها. ودا نشوف صوت الأسلحة بالصدى، بالمؤثرات، يعني أكو شيء مختلف جذريا وشفناه، ما ممكن أنه أحد قلده أو سمعنا أنه كيف يصدر من فمه أصوات الأسلحة بطريقة حقيقية، يعني يخليك تشعر بأنه فعلا الأصوات هي نابعة من خلال سلاح حقيقي وليس من صوت رجل مسن. نتمنى له الصحة والعافية، وفعلا أنه هي موهبة فريدة، وهذا الخبر انتشر بمواقع